واستولى المسلمون على الماء ليمنعوا قريشا منه، فهي الحرب والمكيدة. ووضعوا الحياض، فملأ المسلمون الماء واستعدوا للمعركة. وبنى المسلمون عريشا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليكون مقرا للقيادة يدير منه المعركة، وحوله مجموعة من شباب الأنصار. وكان صلى الله عليه وسلم من ليلة الغزوة حتى يوم بدر يستغيث الله بالدعاء ويقول: اللهم أنشدك عهدك ووعدك إن شئت أن تعبد، اللهم إن لم تهلك هذه العصابة فلن تعبد. ثم خفق خفقة في العريش فقال: أبشر يا أبا بكر، أتاك نصر الله، هذا جبريل أخذ بعنان فرسه. وبدأ التخطيط وصف الصفوف، صف للرماة وخلفهم صف النبال. وجعل جنود جيش المسلمين يقفون والشمس خلفهم ليستقبل عدوهم الشمس. وجاءت موقعة بدر يوم الفرقان الذي فرق به الله بين الحق والباطل. فقال رسول الله: هذه مكة قد ألقت لكم أفلاذ أكبادها. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يقاتلنهم اليوم رجل منكم فيقتل صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر إلا أدخله الله الجنة. لتبدأ المبارزة. اخرج يا شيبة بن ربيعة، واخرج يا عتبة بن ربيعة، وأنت يا وليد بن عتبة. ولما شاهد المشركون قتل الثلاثة الذين خرجوا للمبارزة استشاطوا غضبا: اهجموا عليهم، اهجموا لنأخذ بثارنا. أخذ النبي صلى الله عليه وسلم يصف المسلمين لقريش، وتجمع الجيشان للقاء الحاسم، وتداخلت الصفوف، وأمد الله رسوله بالملائكة، وقد صح أنها قاتلت ببدر مع المسلمين. يا عم، هل تعرف أبا جهل؟ قال عبد الرحمن بن عوف: نعم، وما حاجتك إليه يا ابن أخي؟ أخبرت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي نفسي بيده لو رأيته لن أتركه حتى أرديه قتيلا. قال عبد الرحمن بن عوف: فتعجبت لذلك، فهزني الآخر فقال مثلها. فلم يلبث عبد الرحمن بن عوف حتى رأى أبا جهل، فقال لهما: ألا تريان هذا صاحبكما الذي تسألان عنه؟ هل أخزاك الله يا عدو الله؟ لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويعي الغنم. وقد أمر الرسول بسحب قتلى المشركين إلى آبار بدر فدفنوا. وأقام ببدر 3 أيام،
ودفن شهداء المسلمين فيها. فلما كان اليوم الثالث ببدر وقف على 24 رجلا من صناديد قريش على القليب، وجعل يناديهم بأسمائهم وأسماء آبائهم ويقول: أيسركم أنكم أطعتم الله ورسوله؟ فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فقال عمر: يا رسول الله، ما تكلم من أجساد لا روح فيها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم. قال قتادة: أحياهم الله حتى أسمعهم قوله توبيخا وتصغيرا ونقمة وحسرة وندما. وكانت تلك خاصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن أهل القبور لا يسمعون. هزمت قريش، هزمت قريش يا قوم، وانتصر محمد يا أبا سفيان، انتصر محمد. إن هذا الخبر نزل علينا كالصاعقة، فبعد أن كان محمد يهدد تجارتنا فحسب، أصبح الآن يهدد سيادتنا ونفوذنا في الحجاز. ولكن لن تستسلم قريش، أجل، وفي القريب العاجل بيننا معارك أخرى. وناحت قريش على قتلاها كمدا وحزنا، فهذا أبو لهب لم يلبث أن أصيب بعلة ومات. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أقبل الأسرى فرقهم بين أصحابه وقال: استوصوا بالأسرى خيرا. فكان الصحابة رضي الله عنهم يكرمون هؤلاء الأسرى الذين كانوا قبل قليل يقاتلون الرسول وصحابته، ومنهم من آذى الرسول صلى الله عليه وسلم أشد الأذى في مكة. وهذا يؤكد أن الحرب في الإسلام حرب فضيلة، وكان لهذا الخلق الرحيم أكبر الأثر في إسراع مجموعة من أشراف الأسرى وأفاضلهم إلى الإسلام. ويظهر أثر المعاملة الكريمة في حوار النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي عزة الشاعر: يا رسول الله، لقد عرفت نصيبي من المال لأفدي به نفسي من الأسر، وإني لذو حاجة وذو عيال وبنات، فمن علي. فمن عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر ألا يظاهر عليه أحد.